السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يكرمك، الحمد لله بخير. لو سمحت عندي سؤالين يا شيخ. سل. صحة حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصبه دما حرام. ما لم يصب دما حراما. حسن. حديث أحسن. السؤال الثاني عن الشيخ: هل فعلا الشيطان ممكن يتجسد في الحلم على هيئة حيوان؟ نعم. الشيطان ممكن يتجسد في الحلم على هيئة حيوان؟ ممكن. تمام، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ طيب الحمد لله. لو سمحت بس كنت عايز حضرتك تسمعني دقيقتين بالظبط. انا عندي 17 سنة، تمام؟ وفعلت اشياء في قول الله تعالى: بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، تمام؟ ويعني فعلتها كتير، وبعد كده شفت رؤية، ومن بعدها التزمت، تمام؟ وبقيت منتظم في الصلاة، ويعني تركت كل الذنوب. بعد كده شفت ان في علماء بيقولوا ان في قول الله تعالى: ان الذين كفروا بعد ايمانهم، يعني بعد 3 مرات يعني ما لهمش توبة. لا توب والله يفتح باب التوبة للعباد. طب والقول اللي في القرآن؟ لا لهم توبة، لهم توبة. المخادعون، هذا في المخادعون يعني لن يوفقوا للتوبة، لن يوفقوا للتوبة. ده مش ليا. لا، لن يوفقوا للتوبة. لا تقفل أبواب التوبة أبدا إلا إذا طلعت الشمس من مغربها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا سيدي الشيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. الحمد لله رب العالمين. فيه صديق يطلب منك الدعوة لوالدته بالرحمة والمغفرة. الله يرحمه والدينا، يرحمه والدينا والمسلمين والمسلمات يا رب. اللهم آمين. عندي يا شيخ سؤالين. سل. الأول: هل يجوز استبدال قرنية العين التالفة بأخرى سليمة من أحد المتبرعين، مع العلم أن حالة عين المريض تسوء بمرور السنوات إن لم تتم العملية؟ هل العملية حلال أم حرام؟ لا ننصح الأحياء بمثل هذا. نعم. لا أنصح المتبرع بمثل هذا. لا تنصح المتبرع بمثل هذا. نعم. لكن هي حلال ولا حرام؟ والله حرام على المتبرع أن يتلف عينه ويتلف، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شكرا. حديث: من استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت خطاياه إن كان فر من الزحف ضعيف جدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. حفظك الله مولانا. وياك، اتفضل. راجل كان في العيد الأضحى الماضي نوى أنه يذبح بقرة في العيد القادم، العيد الأضحى القادم. نذر؟ لا ما نظرش، هو نوى يعني أشار عليها كده من ضمن البهائم اللي عنده، وقال إن شاء الله نبقى نذبح البقرة دي في السنة الجاية، لكن ليس بنذر. ليس بنذر. طيب وبعد؟ هو دلوقتي اتضح له إن هو فيها عجل أفضل منها، وهو عاوز يبيع أحدهم، عايز يبيع البقرة أو العجل. فهو بيسأل هل ينفع يبيع العجل أفضل، هيجيب لحم أكتر وفي نفس الوقت أفضل ما فيهوش دهن وكده وهيربيه. البيع العجل أفضل في البيع، ولكن هو عايز يبيع البقرة عشان العجل أفضل في الذبح، يعني هو عايز يتقرب إلى الله بذبح العجل ويغير النية من ذبح البقرة لذبح العجل. هل أفضل ولا يذبح البقرة؟ لا أفضل، وخاصة أنه لم ينذر. لا ما فيش نذر، هو نية فقط. هو شرعنا وقال إن شاء الله نذبح البقرة دي في العيد القادم. لا بأس. لا بأس. بين له الآن أن العجل أفضل يعني. لا بأس. لا بأس.